السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهارده إن شاء الله هنرد على الأسئلة اللي بتجيلنا في التعليقات، بدل ما قلة الوقت اللي احنا ما بنعرفش نرد عليها كلها كتابة أو على التليفون. فاحنا كل فترة كده هنخصص فيديو هنرد عليها شوية تعليقات من اللي بتجيلنا لأي حد أيا كان. النهارده فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، مش عارف الكلام ده كله. هنرد على تعليقات واحدة واحدة معانا على التليفون. هنقرا السؤال وهنديك الاجابه برضو على طول. فاي حد عايز او سال سؤال وكان عايز الاجابه بتاعته وما ردتش عليها على التعليقات هيلاقيني بعلان وانا بتكلم معاك دلوقتي. تمام؟ احنا دلوقتي جايبين التعليقات وهنقرا التعليقات اللي هي المهمه او التعليقات اللي بتجيلنا اللي على الرد بس. تمام؟ النهارده واحد بيقول لي عايز اعمر عمره كامله 2012، يعني اخ من اخواتنا برضو عمره 2012 فوق وتحت. العمره ال 12 النهارده اللي فوق وتحت حسب حاله مكانتك. لو انت ما عندكش فرق هتتغير او شمايز هتتغير او قطعه ليمونيه كبيره هتتغير من وش السلندر مثلا او الكلام ده او الفرقه، يعني تخش لك من 4.5 ل 5 في الوقت اللي احنا الحالي، لان قطع الغيار غاليه والعمليه عدت عليها شويه. تمام؟ طيب واحد بيقول لي عاوز اخد راي حضرتك. انا كنت معمر وبعدها بكام شهر الورق خلص، جبت ديسك جديد والمكنه العزم رجع وكل حاجه بس تمام، بس بقت بتدخن وبتاكل زيت. طيب انت دلوقتي بتقول لي معمر، طب كنت معمر من فتره جامده، من طبيعي ان هي هتاكل زيت او هتدخن. لو انت هتركب ورق تاني زي ما انا قلت في الفيديو اللي قبل كده، لازم تشوف المكنه بتاعتك زيتها بينزل كويس مظبوط وبينزل اخضر وماشي والعزم بتاع الموتور بتاعك كويس، تقوم تغير ورق الدبرياج بتاعك. ما ينفعش تغيره والمكنه خفيفه. تمام؟ واحد بيقول لي برضه اخ من اخواتنا بيقول لي طيب الزيت عندي مظبوط بس السحب ضعيف ما شرطتش. ما احنا لسه بنقول، كنا بنتكلم على الموضوع دوت من شويه، بنقول مش لازم اي مكنه تاكل زيت او بتدخن ورق دبريش خف. ممكن تبقى بتاكل زيت والورق بتاعها كويس، ممكن يبقى ورق دبريش كويس والمكنه ما بتدخنش ولا تاكل زيت. فمش لازم يكون كل حاجه قله السحب ورق دبرياج. ممكن يكون قله السحب كابينه، ممكن يكون قله السحب بنزين، ممكن يكون قله السحب كالبراتير، ممكن تكون كهرباء. انا اللهم صل على محمد. طيب اخ من اخواتنا برضه بيقول لي طيب ابو ملك لو الكتينه خفت وصوتها ظهر، حبيت يعني لو انا عايز اغيرها من حق اعمر فوق ولا تتغير عادي؟ انا بقول لك السؤال دوت، بقول لك لا، الكتينه تتغير من غير ما تعمر ومن غير اي حل خالص لو برضه مكانتها كويسه. يعني لو مكانتي مش خفيفه وبتاكل زيت انا مش محتاج ان انا احل، فهغير الكتينه عادي. الكتينه النهارده احنا بنغيرها من غير ما بنحل لا وش زيت ولا من غير ما نحل حاجه، بنحل غطا اتجاهات او وش التقسيمه لو في المكان القديم، وبتسحب الكتينه بتاعتك وبتركب الجديده من غير ما تحل تعمر ومن غير ما تعمل حاجه خالص. واحد حبيبنا هنا برضو اخ من اخواتنا بيقول لي عندي مكنه 2019 عامله عمره كامله من 3 شهور والدبرياج وحش، اعمل ايه؟ فيدني ربنا يبارك لك. طيب 2019 الدبرياج اللي عندك وحش، طب هل الدبرياج عندك في رعشه في الطلعه؟ في خنقه طلعتها ضعيفه؟ طب سحبانه ضعيف؟ فنرجو تحديد السؤال عشان نعرف نرد عليه. واحد بعت بيقول لي ينفع اركب ورق دبرياج اعلى؟ يعني لو في ورق دبرياج اعلى غير بتاع التوك توك نركبه؟ لا طبعا ما ينفعش تركب غير بتاع التوك توك، لان كل حاجه ولها حاجه. احنا ممكن ناخد التوك توك نركبه على الموتوسيكل، لكن ما ينفعش ناخد بتاع الموتوسيكل نركبه على التوك توك. تمام؟ اخ برضه بيقول لي انا عندي سربنتينه ملغيه في مكنه 2013، هل فيها مشكله؟ لا طبعا، انت لو لغيت السربنتينه مفيش مشكله. السربنتينه كل وظيفتها ان هي بتاخد الزيت من الموتور بتطلعه في الخراطيم بتاعتها، تخش على التربو بتاعها ياخد عمليه تبريد، والخرطوم الثاني بيرجعه يدخله في الموتور ثاني. تمام كده؟ طب انا لو بصينا على المكنه 2005 2006 لحد 2010 هتلاقيها من غير سربنتين، يعني معنى كده ان مفيش فيها مشكله خالص. برضه اخ بيقول لي ممكن سؤال، لو مكنه 17 ورق الدبريش بتاعها ناعم بس هي بتاكل 150 جرام زيت،
بس الزيت كويس اعمل ايه؟ طب ما انت خلصت السؤال، انت بتقول لي تاكل 150 جرام زيت، يعني داخل في ربع كيلو زيت، ما عادش ينفع، لازم تعمر. واحد حبيبنا برضو اخ بيقول لي انا عندي فرقعه، عندي تقطعه في الفرش من قدام في الجدون، انا مشحم جديد، ده جالي يجي شهر اهو او 20 يوم، وطريقه برضو لغايه الان بترجعه وانا ماشي. طيب الترجعه اللي عندك ديت ده بيبقى بنسبه 99% بينزل الركبه اللي عندك قدام، بياخد شحم من ناحيه واحده وما بياخدش من الناحيه الثانيه، وده بيأثر لان البلي بتاعه بينشف، بيعمل تكسيره، بتيجي تتكه في المطبات وبالذات في المطبات والنقط. خلاص. معانا اخ برضه اسمه ابو سامي بيقول لي يا عم يوسف ينفع اغير نوع الزيت من الزيت، يعني نوع الزيت من زيت تاني ولا يبوظ لي الدنيا؟ هنا سؤال مهم جدا. دايما احنا الناس بتخوفنا مننا، مثلا ماشي على موبيل لو جيت اغير قسه، لا ده بوظت المكنه، ممكن تاكل زيت، ممكن تدخن. الكلام ده مفيش صح خالص منه، لان هو انا لو معلش لو متعود ان انا اشرب ميه من الحنفيه، انا ممكن اشرب ميه معدنيه، ممكن اشرب ميه من اي حته. يعني اللي بيشرب حاجه ساقعه مثلا بيبسي ممكن يشربها سيفن، ممكن يشربها كوكولا، ممكن يشرب اي نوع تاني. طب هل هو ممكن ما هي كلها واحد، كلها ميه، وده برده كله زيت. اهم حاجه درجه اللزوقه بتاعت الزيت اللي انت هتحطه ان يبقى مقرب للزوقه اللي انت شلتها منها. يعني مثلا شغال تعاون، اشتغل موبل، اشتغل لسه، اشتغل سوبر، مفيش ادنى مشكله خالص. بس المسافه اللي همشيها على غيار الزيت هنا اللي انا اقدر اقول لك عليها لمده اللزوقه بتاع الزيت اللي انت هتحطه، هي هتديك تمشي عليها قد ايه. يعني الموبل يمشيني 800، السوبر موبل يمشيني 3000، التعاون بيمشيني 600. فهنا الفرق بس ان انا اقدر احدد المسافه اللي همشي عليها في غيار الزيت اللي انا هحطه، مفيش مشكله خالص في نوع غيار الزيت اللي انا هغيره. وده كان اخر فيديو، اخر تعليق معانا النهارده، وان شاء الله استنزلونا الفيديو الجاي في شويه تعليقات برضه على قد ما نقدر معاكم، هنقدر نكمل معاكم ان شاء الله.